طول عمري بتساءل ليه الناس بتعيط في الافلام وبتتاثر لهذه الدرجه. لحد في يوم من الايام من كتر الحيره قررت ان انا اخش اسرش. من 1500 سنه قبل الميلاد والبشريه بتعيط، فبيجوا العلماء بقى وبيسالوا الدموع دي بتيجي منين واحنا ليه بنعيط؟ فبيتوصلوا لاعتقاد ان الدموع بتنبع من القلب، بمعنى ان الدموع نتيجه ثانويه لما القلب بيضعف ويتحول لميه. يعني ايه بقى الكلام ده؟ في القرن ال17 كانت في نظريه سائده بتقول لك ان العواطف اللي بنحس بيها وخصوصا الحزن بيعمل حراره جوه القلب كده وبيسخنه، فبيتولد من تسخين القلب دوت زي بخار ميه، والبخار الميه دوت بيصعد من القلب للراس وبعدين يتكثف عند العينين وينزل على هيئه دموع. انا ساعتها ما سكتش، قلت لازم انا ادور اكتر كده، مش هاخد بالعبط ده يعني. فبعد ما دورت اكتر لقيت ان العياط هو اكتر من مجرد وسيله تنفيس عن اللي جوانا. المشاهدين لما يجوا يتفرجوا على حاجه وتحزنهم بيستمتعوا بتجربه الحزن اللي هم بيحسوا بيه، وكتير من المشاهدين بيتبسطوا من العياط. فبتلاقي مثلا انه في اكتر من 2 مليار شخص بياكلوا الفلفل الحراق وبيستمتعوا بالالم دوت. بس يا سيدي هما بيبقوا مستمتعين بالاثر اللاذع اللي بيسيبوا الفلفل في بقهم، وده تفسيره ان هما بيحسوا بشعور الم بس لذيذ شويه، اي تحويل تجربه سلبيه عاده الى تجربه ايجابيه. وبتيجي بقى نظريه اسمها المازوخيه الحميده بتفسر لك ازاي ان ممكن في شخص يستمتع بحاجه مؤلمه زي كده، اللي في البدايه الدماغ بيفسرها للجسم بتاعك على انها تهديد، بعدين بقى العقل بيدرك ان مفيش تهديد ولا حاجه وانه تم خداعه، وبعد كده بتحس باللذه اللي بتجيلك من سلطه العقل على الجسد. ده بالظبط نفس اللي بيحصل لنا لما بنتفرج على الافلام الحزينه والعنيفه. اهلا بيكم في حلقه جديده وفيديو جديد، والنهارده هنتكلم عن مشاهد خلتني اعيط او ابكتني. في الحقيقة من وأنا صغير بتفرج على أفلام ياما كتير جدا من كل الأنواع والأشكال، بتأثر بالحالات الإنسانية وبشمئز من المشاهد المقرفة وكله ماشي زي الفل. كنت دايما أسمع جملة معينة بتقول الفيلم ده هيخليك تصح من العياط. ده لما حد يعني يجي يرشح لي فيلم معين واتفرج على الفيلم وتأتي المفاجأة، ما بقتش عارف اعيط. في الحقيقة الفيلم كان مؤثر جدا، دي حاجة لا يمكن أن أنكرها، ولكن أنا فعلا ما وصلتش للمرحلة اللي تخليني أعيط في الفيلم. وفضلت ألف وأدور سنين وشهور في الموضوع ده، فضلت ألف على كل الناس، يا جدعان رشحوا لي أفلام تخليني تعيط، أنا عايز أشوف أفلام، عايز أعيط، أنا عايز أشوف أفلام، عايز أجرب هذا الشعور. اتفرج ومفيش، اتفرج ومفيش أي حاجة، اتفرج ومفيش أي حاجة. الواحد شخصيته تتغير ويتطور أكتر ويبدأ يفهم نفسه أكتر وأكتر، وبرضه لا يبكي في الافلام. في الحقيقه الموضوع ده كان شاغلني ومضايقني جدا، انا عايز اختبر الشعور ده، وفضلت مستني بكل شغف المشهد او الفيلم اللي هيخليني احس الشعور، لحد في لحظه معينه عشوائيه جدا بتفرج على فيلم اخر ايام المدينه، ودي كانت تاني مره اتفرج عليه فيها بالمناسبه، ويجي المشهد ده. هذه القاهرة فيها صور، تعرف ما في مدينة تاني بالعالم تعطيك صور 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 هيك ورا بعض، كل ثانية في 20,000 صورة. بس ايه، إذا بحس إذا بتقعد كتير هون بطل تشوف لأنه بصيروا صور مثل الضجيج. وساعتها عالم تعطيك صور 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 هيك ورا بعض، كل ثانية في 20,000 صورة. واخيرا اعيط في مشهد من فيلم اخر ايام المدينه، ومن بعدها بقى مشاهد كتير اثرت فيا، فهمت نفسي وشخصيتي اكتر، عرفت ايه اللي بيؤثر فيا وممكن يوصلني لمرحله العياط. وهي حقيقي حاجات بسيطه جدا مش موجوده فيا من وانا صغير، ولكن حاجات اتطورت جوايا على مدار السنين اللي فاتت مع تطور شخصيتي يعني. والاشياء دي منها اي حاجه ليها علاقه بالبلد مصر، تعرض للظلم وعدم القدره على تغييره، من الاخر العجز يعني، واخيرا الخوف من فاقد من نحب. فتعالى بقى نعرف مع بعض ايه المشاهد دي. اول مشهد معانا وهو مشهد من فيلم اخر ايام المدينه. تقريبا هم لو دفعوا لي فلوس انا مش هتكلم عن الفيلم ده بهذا القدر، ولكن ده لو دل على شيء فهو يدل على قيمه هذا الفيلم وقد ايه انا بحبه. المشهد بتاعنا في قهوه، الاصدقاء اللي من بلاد مختلفة قاعدين ومتجمعين بعد ما يخلصوا ندوة كانوا فيها. صديق منهم بدأ يتكلم عن جمال القاهرة، وبالتحديد هو كان بيحب التصوير، كان اللي هو أبو شعر ده، وعن قدرة القاهرة عن خلق صور كتير قدام عينيك في كل ثانية انت بتتمشى في شوارعها.
وبعد كده بتيجي نظرات خالد او الايماءات بتاعته، او زي ما باين عندنا في الصورة دي. وعند اللحظة دي بالذات أنا بدأت أنهار. نظرات كلها حزن وأسى وحسرة على الحال اللي وصلت ليه البلد في الوقت اللي هو كان عايش فيه. تعبير بسيط جدا في وشه قال مليون حاجة. وهنا أنا بعتبر خالد في الفيلم بيعبر عني أنا، حتى هو نفس اسمي. فالمشاعر اللي هو صدرها لي بالتعبير بعد ما سمع الكام كلمة دول حقيقي كانت من أكتر الحاجات اللي أثرت فيا في الدنيا. هيدي القاهرة هي فيها صور. تعرف ما في مدينة تاني بالعالم تعطيك صور 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 هيك ورا بعض، كل ثانية في 20,000 صورة. بس ايه، إذا بحس إذا بتقعد كتير هون بطل تشوف لأنه بصيروا صور مثل الضجيج. نروح للمشهد الثاني، وهو مشهد مش من فيلم مشهور قوي اسمه The Dancer in the Dark لعمنا لارس فون ترييه. يمكن الفيلم زي ما قلت لك مش ناس كتير هتعرفه، ولكنه فيلم غنائي وجميل جدا جدا. فاكر من شويه لما قلت لك من الحاجات اللي بتتعبني وهي فكره التعرض للظلم، او ان انت تشوف حد اتظلم وانت مش قادر تنقذه؟ ده بالظبط فيلم دانسر ان ذا دارك. واللحظه القاتله فيه هي مشهد النهايه. حقيقي من كتر الجمال وعظمة المشهد دوت، يعني انت شايفها كده ملفوف حواليها حبل المشنقة لسبب انت ما تعرفوش، ولكن هتعرفه في الفيلم. هي بدأت تغني. انا ما كنتش عايز احرق المشهد ده الصراحة، ولكن هو فعلا مشهد مؤثر جدا، وعلى المستوى الانساني هيوديك او يعني هيخليك بص تعيط من كل حتة. فحقيقي مشهد عظيم جدا جدا، ولازم تتفرج على الفيلم دوت بالذات عشان مشهد النهاية. نروح لمشهد كمان وهو من فيلم لعمنا بازوليني، ويمكن الفيلم ده انا كلمتك عنه قبل كده، وهو فيلم ماما روما. مشهد بكاء ماما روما على فقد ابنها في نهاية الفيلم. اتمنى ما اكونش كده بحرقه، ولكن الفيلم دوت من اكتر الافلام اللي تستحق المشاهدة يعني، فاتمنى ان انت تشوفه حتى لو حاسس ان انا حرقت لك الفيلم. مشهد بكاء ماما روما على ابنها في نهاية الفيلم يعد من أقوى مشاهد السينما بالنسبة لي، لأنه بيعكس لينا انهيار ماما روما التام أمام أعيننا، وإحنا شايفينها طول الفيلم مرأة قوية متماسكة. ومن إحدى أجمل الأشياء في الفيلم دوت هو عرض علاقة الأم بابنها بشكل شاعري جميل جدا وعظيم جدا جدا من عمنا بازوليني. حقيقي فيلم عظيم جدا ولازم تتفرج عليه، ويمكن تجده ممل شوية في بعض اللحظات، ولكن فيلم شاعري حاول تنغمس معاه وهتحب. خلينا ناخد فيلم كمان معانا، الفيلم اللي قبل الأخير، أو مشهد كمان معانا بالتحديد، وهو مشهد من فيلم يسمى The Stoning of Soraya أو رجم ثريا. هي بس فيلم إيراني يحكي قصة حقيقية في إحدى القرى الإيرانية عن بنت تم رجمها، ومش بس كده، البنت دي تم رجمها ظلم، وانت بتشاهد الظلم دوت بيتم التخطيط ليه قدام عينيك، وبتعيش العذاب بتاع القصة دي، وبتحس ان انت مشارك معاهم. وهنا هرجع تاني برضو لفكرة رؤية شخص يتعرض للظلم وانت مش قادر تعمل له حاجة. ده حرفيا فيلم رجم ثريا. المبكي في الفيلم دوت مش مشهد الرجم، ان انت شايف واحدة عمال يحدفوها بالطوب، هي ما عملتش حاجة وعمالة تموت قدامك ودم وبتاع. مشهد فعلا قوي جدا، ومشهد مهيب جدا ومؤلم، بس مش ده المشهد اللي هيعيطك في الفيلم، على الأقل مش ده المشهد اللي عيطني في الفيلم. ولكن المشهد اللي فعلا مؤثر وفعلا هيخليك تنهار قدام شاشة أيا كان اللي انت بتتفرج عليه فيها يعني، هو مشهد ده. لما أختها أو خالتها باين مش متذكر بالظبط ساعدت صحفي كان جاي من بره المدينة، وحكيت له القصة وساعدته إن هو يهرب ويخرج من المدينة قبل ما الناس ما تمسكه، وبتقف قدام أهل القرية وتقول لهم إن انتوا هتتفتحوا، وإن ثريا العالم كله هيعرف قصتها، والموضوع دوت مش هيتكرر مع بنات تاني. حقيقي من أقوى المشاهد في الدنيا. حقيقي المشهد دوت يمكن ده أكتر مشهد عيطني في المشاهد دي كلها. حقيقي مشهد قوي جدا، وإنت بتحس بعد خذلان جامد جدا 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 من الحدث اللي انت كنت شايفه من شوية في الفيلم للحظة انتصار رهيبة جدا. حقيقي مشهد عظيم وفيلم عظيم.
فيا ريت تتفرجوا عليه. اخر مشهد معانا وهو من فيلم الارض عمنا يوسف شاهين. وحقيقي مفيش حاجه هتعلي او حاجه هتكون مبكيه في فيلم الارض اكتر من مشهد النهايه ومحمد أبو سويلم بيتجر وهو ماسك اغصان القطن في الارض بتاعته وبيتسحل على مزيكا الارض لو عطشان وهكذا. فالمشهد ده من اكتر المشاهد المؤثره، ويمكن ده من اوائل المشاهد برضو اللي ابكتني في الحاجات دي كلها برضو يعني وبس. وبس كده، دي كانت كل حاجة عندي لهذا الفيديو. لو عجبك الفيديو وهذا الشكل الجديد والستايل الجديد، وطبعا برعاية سنابر برودكشن، ومتنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب. بس عايز تضيف حاجة؟ بس سلام عليكم.